السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى أول مرة هعمل معاكم طريقة الجبنة الفلاحي ونحطها في المش وكده. تمام. طبعا ده مش انا كنت شارياه جاهز، كان الكيلو تقريبا ب25 جنيه. ده طبعا كيلو جبنة انا كنت جايباه وسبق صورته معاكم، وكلنا اللي كلناه وده بقى منه حوالي خرطتين ونص. يعني جبت ملح وهلف الخرطتين ونص دول، قلت انا هجرب فيهم يعني وعلى قد المش برضو بالمرة. هلفها كلها بالملح وهسيبها في مصفى ليلة كاملة، او يمكن 5 6 ساعات كده، لحد ما تنزل كل السوائل اللي فيها والشرش اللي فيها. لازم عشان تحطها في المش، انما لو حطيتها طريقة كده هتبهدل معاك المش وهتتبهدل والجبنة هتتفتت وكده. تمام. هتتفتفت خالص يعني. فلازم الجبنة تنشف معاكي وتمسك كده، تبقى جامدة كده معاكي، بدل ما هي سايحة وطرية كده عاملة زي القشطة. المهم هسيب انا كده الخرطتين ونص دول، هو حوالي نص كيلو جبنة او يمكن اقل كمان. وقلنا نجرب فيهم وكده، وحطهم في المش وهسيبهم بقى مع نفسهم المش يدوبوا. يعني هخليها تقول الجبنة دي دبنة من الهوا دبنة. هو فيديو قصير مش طويل عليكم خالص خالص خالص. قلت اجرب لاول مرة معاكم طريقة الجبنة الفلاحة وهي بتتحط في المش جاهزة يعني. تمام. هتقعد بقى كام، قد ايه يعني؟ الجبنة الفلاحة دي ملهاش عدد او ملهاش اخر يعني، بمعنى ان هي ممكن تقعد، في ناس بتقعدها 6 شهور، وفي ناس بتقعدها سنة، في ناس بتقعدها سنتين. الجبنة المظبوطة الصح اللي بتاخد اطول فترة ممكنة في المش. بس خلي بالك برضو لحسن المش ياكلها. ادي المش ده طبعا انا كنت حاطه هنا طماطم خضرا مخليه لو تفتكروا وترجعوا الذاكره كده لورا. انا كنت جايبه قفص قوطه وكان في طماطم خضرا وكده، فانا غسلتها ونشفتها وحطيتها في المش. بصي كده الجبنه هنا شققت خالص، مش عارفه ليه يعني. بعد ما سبتها فتره جامده لقيتها فتحت من تحت كده. مش مشكله مش مشكله، احطها بقى وبصوا هسيبها خالص وهنساها، هنساها تماما. متنسوناش في اللايك والشير سبسكرايب للقناه، وتكتبوا لنا دعوه حلوه كده في الكومنتات، ولكم بالمثل. بصوا نزلت قد ايه. ده الشرش اللي هي نزلته، نزلت كل الشرش اللي فيها. انا مسكت الجبنه لقيتها ناشفه وبقت جامده وحلوه. بصوا عشان انتم مش شايفين الطبق اهو، هو ده اللي نزلته. يلا استودعكم الله ودمتم بخير، مع السلامه.